أود أن أقول وأؤكد أن الذي عليه أهل العلم في نسب قبيلة حرب من العلماء والباحثين أهل الجزيرة العربية هو أن حرب قحطانية الأصل، باستثناء قبيلة مزينة العريقة التي كانت في الحجاز منذ العهد النبوي، وتشرفت بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبرز منها قادة وصحابة وفاتحين أجلاء. وأود أن أنبه أيضا إلى أن ما يقال عن الأحلاف أكثره مجرد استفاضات عامية لم تخضع للبحث العلمي، بل إن بعض البحوث العلمية الرصينة قد أثبتت أن الكثير من هذه الدعاوى ليس صحيحا. والمرجع في نسب قبيلة حرب هو علماء الجزيرة، وعلى رأسهم الهمداني وغيره كثيرون. أما الذين قالوا أن القبيلة عدنانية فأولهم العالم الجليل ابن حزم، وابن حزم عالم أندلسي عاش في الأندلس، ولم يزر جزيرة العرب ولم يأتي، فهو يكتب عن بعد، حتى أنه مات رحمه الله قبل أن يحج إلى مكة. أما أهل الجزيرة وأهل اليمن وأهل مكة وأهل المدينة فهم مجمعون على أن قبيلة حرب قحطانية جاءت من اليمن في القرن الثاني الهجري، واتحدت مع قبيلة مزينة وكونت قبيلة قوية ذات شوكة في بين مكة والمدينة وعلى طرق الحج، ولها تاريخ حافل. وفي القرن طبعا الثاني نزل الفرع القحطاني وتحالف مع الحسينيين المناوئين للدولة العباسية، وخلال قرنين من الزمان أصبح للقبيلة شوكة وقوة بين مكة والمدينة، وسيطروا على طرق الحج. ويمكن معرفة مكانتهم من خلال وصف المؤرخين على مدى القرون التالية. فهذا الهمداني في القرن الرابع الهجري يقول عن حرب بأنها لا تزوج إلا حربيا أو قرشيا، ويقول عنها أيضا لا يسير سائر بين مكة والمدينة إلا بذمام من حرب. وهذا ابن فضل الله العمري المتوفى سنة 749 يقول عنها في القرن الثامن الهجري: وحرب أكثر قبائل الحجاز عددا وأقواهم رجلا باطشة ويدا. ويتوالى المؤرخون مثل عبد القادر الجزيري في القرن العاشر، وعبد السلام الدرعي المغربي في القرن الثاني عشر، ومن أتى بعدهم، ويصفون حرب بكلام نحو هذا.